يا بخت اللي عنده صاحب بالمواصفات اللي هقولها دي. 1. حلاوة أخلاقه، راجل بيحترم نفسه، بيحترم الناس، عنده أمانة، عنده إخلاص، بيحفظ السر ما بينكم، مش يتخانق معاك من هنا ويروح ينشرها في كل حتة وشاهد قبل الحذف. 2. التغافل والتجاوز، يعني مش حد قاعد لك على الواحدة كده، لا ده حد سلس وبيعديها. مش انت بقى قلت كذا وكان قصدك ايه من كذا وانت ما سألتش عليا امبارح وانا تعبان، وعتاب عتاب عتاب. اصل ده واحد سلس واثق ان انت بتحبه، عتابه على قد الموقف، او حتى ما بيزعلش ويعاتب اصلا، بيعديها. 3. البذل والتضحية، يعني بيبذل مجهود علشان يبقى معاك في وقت شدتك، بيضحي عشانك ومستعد يدخل مشاكل مع طوب الارض لو سمع كلمة واحدة عليك وحش. الصاحب ده انت عارف انه موجود، لو حصل اي حاجة في الدنيا انت هتجري عليه على طول. 4. التواضع، ما ينفعش صاحبك يبقى شايف نفسه اعلى منك، لو هو اغنى منك او مرتبته في الشغل اعلى منك او اي حاجة في الدنيا هو متفوق فيها عليك، ما ينفعش يحسسك بده، اصلا لازم يحسسك ان انت زيه او كمان الاحسن. 5. حسن الظن، للأسف ناس كتير قوي عندها سوء ظن، وده لو جه بين الصحاب بتبقى مشكلة، لأن ما ينفعش تبقى شاكك في صاحبك إنه هيغدر بيك أو إنه بيتكلم عليك صاحبك. رقم 6. حب الخير للصاحب، صاحبك بيحب لك الخير ويسعى فيه معاك كمان، لما تنجح هو أول واحد بيسقف لك، في فرحك هي فرحانة أكتر منك وهارية نفسها رأس. صاحبك مش بيبصلك في الفرحة وبيستكترها عليك وبيقول اشمعنى انت. المواصفات دي من كتاب الصداقة وفن اختيار الصديق لخالد أحمد القمادي. ها، عندك صاحب بالمواصفات دي؟ اعمل له تاج وسمع له أحلى سلام بحبك يا صاحبي.